العالم حوالينا مليان بالتحديات والصعوبات، لكن هتفضل قدرة الإنسان على تحدي المستحيل هي الشعلة اللي بتنور الطريق لتحقيق النجاح والتفوق. قدرة الإنسان هي القوة الخارقة اللي بتتغلب على الصعاب وبتحقق الإنجازات العظيمة. قدرة الإنسان هي اللي بتخليه يتحدى الصعاب ويكسر الحواجز ويحقق المعجزات. ولو ركزنا شوية ورجعنا للتاريخ واتأملنا في الإنجازات الكبيرة اللي حققها الإنسان على مر العصور، هنكتشف قدرة الإنسان الرائعة على تحدي المستحيل في كتير من المجالات. الإنسان كسر كل التحديات وحقق المستحيل لما طلع على سطح القمر، ولما قدر يجري جراحات ناجحة في زراعة الأعضاء. الإنسان قدر يحقق المستحيل في كتير من المجالات والتخصصات. أقول لك على حاجة يا صديقي، اركن الكلام ده على جنب وتعال نشوف الفيديو ونعرف ايه هي النظرية باختصار. في قصة خيالية بتحكي عن سلطان ظالم حلم في يوم من الأيام إن كل أسنانه وقعت وما فضلش منهم غير سنة واحدة، فاستدعى السلطان مفسر أحلام عشان يفسر له حلمه الغريب ده. ولما جه مفسر الأحلام وحكى له السلطان عن الحلم، رد عليه المفسر وقال له إن كل أفراد عيلتك هيموتوا وهتفضل أنت اللي عايش وحيد لحد نهاية عمرك. السلطان انزعج جدا وما عجبوش كلام المفسر، وأمر إن المفسر يتسجن. واستدعى مفسر أحلام تاني وحكى له على الحلم، وكان رد المفسر الجديد هو نفس رد المفسر اللي قبليه، فأمر السلطان بسجنه. واستدعى مفسر تالت، لكن المفسر ده كان عارف كويس إيه اللي حصل للاتنين اللي قبليه، فحكى له السلطان على الحلم. فرد عليه المفسر وقال له: الله، حلم جميل يا مولاي، ومعنى الحلم إن عمرك هيبقى أطول من أعمار كل قرايبك وأفراد أسرتك. وهنا ابتسم السلطان وفرح جدا، وادى للمفسر هدايا كتير وعينه مفسر خاص للقصر. بالرغم من إن القصة خيالية يا صديقي العزيز، إلا إنها بتوضح لنا الفرق الكبير بين استخدام كلمات سلبية بتسبب القلق والنكد والخوف، وبين استخدام كلمات إيجابية بترفع المعنويات وتزرع الأمل. ورغم إن المفسر الأخير ما قالش أي حاجة مختلفة عن اللي قبليه، لكن ده بيثبت لنا إن الكلمات لها تأثير مباشر على مشاعرنا وتصرفاتنا وطريقة تفكيرنا. إحنا بنستخدم الكلمات عشان نوصف بيها فهمنا للأشياء، فبنقول مثلا على ده جميل أو لطيف أو سهل، ونقول على غيره إن ده بشع أو صعب أو مستحيل. لكن المشكلة بقى يا صديقي إننا لما بنسمع نوعية الكلام ده بنتأثر بمعانيه، سواء كان بيعبر عن الجمال أو بيعبر عن البشاعة والقسوة اللي توقعناها. فتعال معايا كده يا صديقي نتفق على اتفاق إننا ما نعترفش بالكلمات اللي ممكن تسبب لنا الكآبة والنكد، الكلمات اللي بتقلل عزيمتنا وبتعطلنا عن إننا نبدأ أي عمل ناويين نعمله. البشر يا صديقي بيفكروا من خلال الكلمات اللي بيسمعوها أو بيقولوها، وبتأثر عليهم من غير ما يحسوا. مجرد استخدامنا للكلمة فتلاقينا تلقائيا بنفكر فيها وبننحاز لمعناها وبنسعى عشان نثبت صحتها. حاول تفتكر معايا كده يا صديقي كم مرة كنت مكتئب واستخدمت كلمات سلبية بتعبر بيها عن وضعك، زي مثلا انك تقول انا واقع في مصيبة، او انا عندي مشكلة كبيرة، او تقول انا في كارثة. وبدل ما صاحبك او قريبك او زميلك اللي بيسمعك يجاريك في اللي انت بتقوله، خفف عنك بكلام لطيف، زي مثلا انه يقولك ان ده موضوع بسيط او ده موقف عادي، او انه يقولك اعتبر الموضوع تحدي جديد بالنسبة لك. لو بصيت على الكلام ده هتلاقيه كلام إيجابي، كلام بيرفع المعنويات. لو ركزت هنا يا صديقي هتلاقيه حرفيا ما عملش حاجة خارقة، هتلاقي كل اللي عمله إن بدل الكلمات، بدل كلمة مصيبة بكلمة موضوع، وبدل كلمة مشكلة بموقف، وكلمة كارثة بتحدي. وأكبر دليل على صحة كلامي يا صديقي وعلى جدوى الطريقة دي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الظاهرة اللي بتحصل لك يا صديقي لما بتبدل الكلمات المحبطة، الكلمات المليانة باليأس اللي بترددها جواك، وتحط مكانها كلمات مشجعة، كلمات مليانة بالتفاؤل والأمل.
لما تلغي الكلمات الأولى من قاموس حياتك يا صديقي، صدقني لا يمكن يقدر أي شخص على وجه الأرض إنه يحبطك أو يعطلك أو يقنعك أساسا بوجود شيء اسمه المستحيل. لما تبدل الكلمات دي يا صديقي بكلمات إيجابية، هتلاحظ مع مرور الوقت إن اللي الناس شايفاه مستحيل أنت هتشوفه ممكن، واللي الناس شايفاه ممكن أنت هتشوفه معتاد ونتائجه مضمونة. عشان كده يا صديقي، اوعى تستخدم الكلمات السلبية في ألفاظك، واوعى تحطها في قاموس مرادفاتك. اوعى يا صديقي تخلي الكلمات دي تدخل جوه حيز تفكيرك، ولا توصف بيها أي ظرف صعب. خليك إيجابي في كلامك، وخليك متفائل في توقعاتك، وبلاش تستعمل الألفاظ اللي بتحسسك بالإحباط قبل ما تبدأ، الألفاظ اللي بتحسسك بالضعف والفتور واستحالة التنفيذ. وعشان نكون واقعيين يا جماعة، لازم نعترف إن قهر المستحيل وكسر حواجزه مش مقتصر على تغيير الكلمات والتفكير بطريقة إيجابية وبس. قهر المستحيل يا صديقي بيحتاج إنك تكون متسلح بالمعرفة والقدرات المناسبة. لازم تدرس يا صديقي أي حاجة الناس بتقول عليها مستحيلة، وتحاول تتعرف على نقاط القوة والضعف وتقدر تكسرها. كل ما تتعمق يا صديقي في دراسة المستحيل، هتحس إنه بقى ممكن، وهتحسه وكأنه شخص تعرفه من سنين. وأظن يا صديقي مفيش أسهل من إنك تنتصر على حد أنت عارف كويس نقط ضعفه. إحنا يا جماعة لما بنؤمن بقدراتنا على فعل شيء، بنكتشف ألف طريقة لفعل الشيء ده، ولما بنماطل ونتقاعس بنخترع ألف عذر عشان نتحجج أو نتراجع. ولو رجعنا للتاريخ وبصينا على القادة العظماء، هنكتشف إنهم ما كانوش مؤمنين بالمستحيل ولا يعرفوه. هنلاقيهم قدروا يقنعوا نفسهم ويقنعوا اللي حواليهم بالممكن. لو رجعنا بالتاريخ يا جماعة، هنكتشف إن الكل كانوا بيعتبروا الفتوحات والانتصارات دي مجرد أحلام مستحيلة، ومحدش كان متأكد إنها ممكنة غير اللي حققوها فعلا. ارجعوا لأكتوبر 73 يا جماعة، هتكتشفوا إن عظمة الانتصار كانت نابعة من القائد اللي كان ما بيعترفش بالمستحيل. هتكتشفوا إن المستحيل اللي كانوا الناس بيقولوا عليه مستحيل اتدمر واتحطم بخراطيم مية. ارجعوا ورا شوية بالتاريخ للسلطان محمد الفاتح قبل فتح القسطنطينية. كان مؤمن جدا بالفكرة وما كانش يعرف المستحيل، وقدر يحقق نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. السلطان محمد الفاتح كان مهووس بالفكرة لدرجة إن ما بقاش بينام من كتر التفكير فيها. استوعب تماما نقاط القوة والضعف لحد ما بقى مؤمن تماما إن فتح القسطنطينية مش شيء مستحيل زي ما الناس بتقول. وفي النهاية قدر يحقق المستحيل اللي الناس كانت بتقول عليه مستحيل، وفتح القسطنطينية. أمثلة كتير وكتير يا جماعة، لو فضلنا نتكلم عنها هنحتاج لحلقات وحلقات، لكن كل الشواهد بتأكد لنا إننا نقدر نحقق المستحيل لما نعترف أولا إن مفيش شيء اسمه مستحيل. لما ندرس كل جوانب المستحيل بتركيز وتمعن، هنكتشف إنه أضعف مما كنا متصورين. وهنا هتزيد ثقتنا في نفسنا، وهتزيد ثقة الناس فينا، وعمرنا أبدا ما هنؤمن بعد كده بإن في شيء اسمه المستحيل. خليك مؤمن يا صديقي إن مفيش شيء اسمه مستحيل، وطلع قرار فوري بمنع تداول الكلمة دي في حياتك وفي بيتك وفي مقر عملك. لحد هنا وحلو قوي. اركن بقى كل الكلام ده على جنب يا صديقي، وتعال أقولك عن نظرية باختصار. في الأساس أساسا مفيش حاجة اسمها مستحيل، لكن ممكن يكون في نقطة ضعف ما اكتشفتهاش لحد دلوقتي. كل ما هتبقى إيجابي في طريقة تفكيرك، كل ما هتظهر في عينك إنجازات بيشوفها غيرك بحجم الجبال. ولو في كلمة ممكن تتشال من قواميس اللغات، يبقى مفيش غير كلمة مستحيل. هي دي الحكاية، وهي دي النظرية باختصار. سلام عليكم.